الله فيكم يا من تشاهدوننا وتستمعون لنا عبر إذاعة الشارقة. ونرجو الله سبحانه وتعالى ونتمنى إن شاء الله أن نجمع 180 ألف درهم لهذا المريض الشاب، حيث إن شاء الله سيخضع في أسرع وقت ممكن لعملية استئصال الورم في أحشائه. وسنتابع معكم الآن التقرير، نعود نتحاور مع الضيفين الكريمين ونحاول إن شاء الله أن نجمع له 180 ألف درهم. هو شاب بات جسمه ملجأ للمرض الخبيث الذي اكتسح أجزاء من جهازه الهضمي، ولم يعد جسمه الهزيل يستجيب لأي نوع من العلاج. جاء إليكم أحمد مستنجدا يا أهل الخير، فاسمعوا قصته. والله يعني طلعت لي هيك حبة صغيرة هون، يعني هيك صغيرة يعني بداياتها. رحت على دكتور يعني كشفت عليها أول مرة، يعني قال لي هاي يعني يجوز أنت نايم غلط أو وقت تتمرن بالنادي متصوب، يعني ما أخذت عليه. يعني بعد شهرين حسها هيك كبرت، يعني صارت زيادة يعني بارزة لبر. رحت على دكتور وعملنا الأشعة وعملنا هاي، وطلع عملوا لي خزعة وطلع إنه مرض سرطان. يعني قالوا لي محتاج عملية، سويت العملية. طبعا أول مرة سويت عملية استأصلوا لي ضلعين، شالوا لي الأطحال كاملة لأنه المرض آكله، شالوا لي قسم من البكتيرياس وقسم من الكالون. يعني وهالمرة إنه المرض يعني بعد 9 أشهر رجع بكثرة، يعني بكثرة كبيرة، يعني شقد ما تتصور. يعني ما أقدر لا أنام، لا أقدر أمارس حياتي الطبيعية. يعني صار لي تقريبا 6 أشهر قاعد يعني بالبيت، لا أقدر لا أشتغل لا أعمل. حتى الدوام اللي كنت أشتغل به ما عاد أقدر، يعني فترات طويلة يعني ما أقدر إنه أظل قاعد. يعني هسه أنا قاعدتي هاي حيل مؤثرة علي، يعني في وجع، يعني ما عاد أقدر. يعني أحمد قصة عاطل عن العمل بسبب ظروفه الصحية، فهل أنرتم حياته بأياديكم البيضاء؟ إذن إخوتي أخواتي مشاهدينا ومستمعينا الأكارم، كان هذا هو تقرير الحالة الوحيدة في هذه الحلقة للمريض أحمد المصاب بمرض السرطان، والذي يحتاج تدخل جراحي، عملية جراحية في أسرع وقت ممكن لاستئصال هذا الورم حتى لا ينتقل إلى أعضاء أخرى. يعني هذا شاب أب لطفلين صغيرين، زوجته كذلك شابة. فنتمنى ممن يشاهد هذه الحلقة سرعة الاتصال بنا ومد يد العون والمساعدة، على اعتبار أن أحمد يحتاج 180 ألف درهم، والمفروض أنه يخضع للعملية الجراحية في أسرع وقت ممكن. اسمحوا لي قبل أن أبدأ بطرح الأسئلة على الضيفين الكريمين أن أذكركم بأرقام الهواتف للتبرعات. الرقم المباشر هو 60055 1600 60055 1600، ورقم الهاتف المتحرك 0501637 لمشتركي اتصالات ودو اللي حاب يتبرع ب50 درهم للمريض أحمد يرسل على 6686. وأذكر مرة أخرى بأن المبلغ المطلوب جمعه 180 ألف درهم. أبدأ مع الدكتور سدير جمعراوي، استشاري جراحة الأورام، وهو في الحقيقة طبيب المريض أحمد، اللي إن شاء الله تعالى هو سيجري له هذه العملية الجراحية. دكتور سدير، عادة يعني يتأثر فريق العمل والمذيع، لكن الطبيب لا يتأثر بحكم أنه تعود. لكن من دخولك مبنى هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وأنا ملاحظ عليك أنك متأثر وزعلان علشان أحمد.
كلام صحيح. الموضوع بالنسبة إلى أحمد، أحمد شاب عمره 38 سنة، راجع إلى معظم المستشفيات في داخل البلد وفي خارج البلد، وقابلية بعض المستشفيات أنه تكون محدودة، وهذا معروف في كل مكان. المشكلة هي الموضوع مالته بالنسبة له هي عبارة عن نوع من الأورام السرطانية اللي هي كوندروساركوما، واللي هي أورام الليفية اللي طلعت من الضلع عنده. أثناء العملية صار عنده بعض الخلايا انتشرت في المكان وظهرت ورا سنة من العملية. السؤال الآن أنت هي انتشرت في الجزء البريتوني من المريض. احنا المشكلة هي ايش هذا البريتوني؟ عفوا الجزء اللي هي داخل البطن، بس ما لم يضرب الأعضاء، فقط انتشار في البريتونيوم. الموضوع الأساسي أنه إجراء عملية، يعني احنا في بالنسبة لهذا النوع هي رأي شخصي بين طبيب وطبيب آخر. احنا ما قدرنا نوصل إلى مرحلة أنه هل هو حيستفاد من العملية. قمنا بأخذ آراء عالمية على الموضوع، يعني اتصلنا مع أمريكا، مع أستراليا، مع أوروبا، وكان حتى في هذا المكان اختلاف في الرأي بينهم، بس الجميع أجمعوا أنه العملية مع موضوع الكيميائي أثناء العملية هو الحل الأمثل. جراحي وكيميائي في نفس الوقت. اللي هو ما يسوي في الإمارات. إحنا عندنا فقط سنتر أو سنترين. إحنا في الإمارات عندنا في مستشفى سهرة وعندنا في بعض المكان آخر، بس بصورة عامة عملية كبيرة جدا تطول حوالي 7 إلى 8 ساعات. طيب اسمح لي دكتور سدير، حسب المعلومات اللي عندي يعني أن المريض يعطى الكيموثيرابي قبل العملية حتى يحصر المرض في مكانه، وأحيانا كذلك الراديشن بعد العملية أو بعد العملية، لكن في نفس الوقت هذه أول مرة نسمعها. بالنسبة إلى هذا المريض، هذا النوع الورم السرطاني الكوندروساركوما، الاتفاق العلمي المثبوت أنه لا يستجيب إلى الكيميائي أو الإشعاع قبل أو بعد العملية. فإحنا انحصرنا في موقف معين أنه فقط العملية مع استخدام كيميائي بسيط لتقليل رجوع المريض بالمستقبل. هل من الممكن إحنا نقول أنه وراء العملية 100% يشفى؟ هذا لا نقدر أن احنا نجزم عليه. بس احنا أنا عندي 38 سنة اجاني للعيادة وتناقشنا في مستشفانا مع 3 ميديكال اونكولوجيست اللي هم اختصاصي امراض السرطانية الاورام من العلاج بالكيميائي من امريكا ومن اوروبا من انجلترا ومن البلاد العربية، وكلهم كانوا الحل الحقيقي له انه هو العملية هو اثبت ما يمكن بالنسبة الى تمرير وقت أو شفاء جزئي بالنسبة لهذا المريض. وارجع أقول أنه الشفاء بالنسبة له هو 100% لا يوجد بالنسبة له، لأنه هذا النوع من الورم لا يعالج بالكيميائي ولا يعالج بالإشعاع. فبقى الحل الوحيد بدأ يتأثر عنده آلام، عقد ظهرت في البريتونيوم، ما عندنا أي حل آخر، هو فقط العملية. الجزء المهم لو هو صغير في العمر، حالته جيدة 100%، يتحمل عملية 7 أو 8 ساعات، وهذا هو المطلوب بالنسبة لهذا الموضوع. لو كان هذا الشخص غير شخص آخر كانت الأمور هواية أصعب، وما احنا جينا اليوم لهذا يعني التي في شو على مود أنه نحاول نجمع له فلوس لهذا المريض. جميل. طيب شكرا للدكتور سدير جمعة الراوي. اخوتي اخواتي الان يعني علشان تكونون بالصوره اكيد بين فتره وفتره ساعود اذكر بارقام الهواتف والمبالغ كم وصلت والمبلغ المتبقي كم كذلك المبلغ المتبقي. 81,000 درهم جمعناها من خلال الرسائل النصية القصيرة الاس طبعا لمشترك اتصالات ودو، وفي 2000 درهم من فاعل خير و1000 درهم من فاعل خير، صار المبلغ الآن 84,000 درهم، وأخونا أحمد يحتاج 180,000، يعني وصلنا وعدينا 80,000. الآن المبلغ المتبقي 96,000 درهم. 96,000 درهم هو المبلغ المتبقي للمريض أحمد. اسمحوا لي قبل أن نذكر مرة أخرى بأرقام الهواتف أني أخذ الجملة اللي ذكرها الدكتور سدير راوي، اللي هو كلما سارعنا بإخضاع هذا المريض إلى العملية الجراحية في أسرع وقت كلما أنقذنا حياة هذا المريض. فأربط الكلام هذا بكذلك التبرعات اللي بتوصل منكم. كلما سارعتم إخوتي أخواتي بمد يد العون والمساعدة معنى ذلك أنكم أنقذتم حياة مريض.
والآن لمن يشاهدنا ويستمع لنا عبر إذاعة الشارقة، أذكر مرة أخرى بأن المبلغ المتبقي 96 ألف درهم. وها هو تذكير جديد بأرقام التواصل للتبرعات. الرقم المباشر هو 600-55-1600، يعني 655-1600. 655-1600. بالنسبة لرقم الهاتف المتحرك 050-16-37-000. أيضا 50 درهم طبعا ما نستغنى عنها أكيد، لأن من خلال خدمة الرسائل النصية القصيرة جمعنا 81 ألف درهم. من كل مرسل رسالة ب50 درهم جمعنا 81 ألف درهم. فلو إن شاء الله استمر كذلك الوضع حتى نهاية الحلقة سنجمع مبلغ أكبر من خلال هذه الخدمة. الرقم هو 6686 لمشتركي اتصالات ودو. 6686. انتقل بسؤالي الآن للأستاذ معين عباد اللي هو الاستشاري الأسري. نريد فقط أن توصل رسالة إلى المريض نفسه إذا كان يتابعنا الآن فيما يتعلق بصبر المريض على مصابه. سبحان الله. اليوم يوم أشوف الفيديو أستاذ علي أنا أقول خلي المريض على طرفه شوي، لكن لما أشوف دمعاته وأشوف أنه يحضن عياله، هذه بحد ذاتها لما تنزل دمعة الأب بحد ذاتها هذه دمعة غالية فعلا انسكبت، وأنا على حق اليقين أنها ما خرجت دمعاته هذه إلا وقد ذاق الألم. ليس الألم الحقيقي الذي هو في مرضه، لكن الألم الحقيقي عندما قال أنقذوني لكي أعيش لأبنائي. انظر تفكيره لمن؟ لأبنائه. أطفال ما زالوا في رونقية الشباب، بعد سبحان الله يجازر في معنى الحياة. هنا نقول سبحان الله إلى القلوب هذه الرحيمة، القلوب التي فعلا اليوم مثل ما أنهيتها أنت كلمة جميلة اللي هو سبحان الله نسارع، والله سبحانه وتعالى يقول السابقون السابقون. سبحان الله السباق إلى الخير، السباق إلى الأعمال الصالحة. احنا لما نتذكر هذه الوقفات الجميلة ونرى من هذا المنبر الجميل الرسائل التي قاعد تبث فينا، نقول الرسائل الإنسانية التي سبحان الله طغت على جميع الشرائح، التي أخذت من جميع الألوان، التي أخذت من جميع كذلك الأصناف، الذي لا ميز بين فلان وفلان، إنما جعل حياته فعلا ومماته في حب هذا الوطن. ألا وإحنا نقول قاعد نمشي كناية على القائد الشيخ زايد رحمه الله تعالى الذي علمنا المبادئ الإنسانية، وكذلك الشيخ سلطان الذي زرع فينا معنى الإنسانية والرحمة. فلذلك كل إنسان يسمعنا من هذا المنبر ينظر إلى هذه الدمعة، ينظر إلى الأبناء، يأخذهم بعين الشفقة. ما بال هذه المبالغ التي نقول ادفع 1000 ولا 2000 ولا 3، هي مبالغ بسيطة ولكن ترتوي فيها أسرة كاملة. أنت لن تنعش فيها بهذا المبلغ البسيط حياة، بل سوف تنعش أمل أب، سوف تكفكف دمعة أم، سوف تروي ابتسامة جميلة كذلك في حياة أطفال. الهدف من ذلك قبل هذه انظر إلى هذه الزراعة اللي أنت سوف تزرعها، سوف يزرع لك الله سبحانه وتعالى كناية لذلك، لأن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. إذا لما يحسن الإنسان أستاذ علي في هذا الباب سوف يجني ثماره بإذن تعالى. أحسنت أستاذ معين. اخوتي اخواتي، نذكر مرة أخرى بعد أن نرحب بمن انضم لمتابعتنا في هذه الحلقة من برنامج ألم وأمن. نحن على الهواء مباشرة نقدم هذه الحلقة ولدينا حالة واحدة فقط لمريض مصاب بمرض السرطان يحتاج 180 ألف درهم ويحتاج عملية جراحية عاجلة. هذا الشاب يبلغ من العمر 38 سنة، متزوج، لديه طفلين صغيرين جدا. الآن يعني في سؤال سأوجهه للبروفيسور سدير جمعة الراوي استشاري جراحة الأورام معنا في هذه الحلقة، بس يا ريت تجهز لي بطنه أبو محمد. لاحظنا دكتور هو أساسا يعني عمل عملية جراحية لاستئصال جزء من الورم. لا، هو استئصل الورم. طيب ايش الورم اللي صاير في البطن هذا اللي واضح اللي في جهة هو الورم مدة معينة رجع له. والرجوع بس الورم عادة لما نسمع ورم سرطاني، وهذا